سلام. مساء النور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وهانيين وفرحانين ان شاء الله. شوفوا اليوم واش راح نديروا بوراك العنابي، يجي هايل سورتو دوكا في الحال سخون، يعني في الصيف يجيك غدا خفيف ولا عشاء يجيك رائع بنتو. ما تشبعش بمكونات جد بسيطه. نبداو بسم الله وعلى بركه الله. بمكونات اللي حنديروهم فيه متوفرين في كل بيت: شويه طوماطيش نقطعوها، فيونداشي ولا بورياشي كيما حبيتي، بصل وفرماج وزيتون وبطاطا مغليه في الماء والملح، وعندنا بيض لهنا، كذلك عندنا لهنا فرماج موندور 3 اجبان، يعني بذوق 3 اجبان يجي بزاف بنين في الطياب. ديما ننصحكم باش تستعملوه باسكو لو تاعو هايل. شوفوا كيفاش نجيبوا صحن ولا تجيبي اللوحه تاعك تاع المطبخ ولا حاجه تحطيها هكذا باش تحطي فوقها الحبه تاعك تاع الخطفه. البطاطا تاعنا شوفوا كيفاش سكرفجناها وما ربزناهاش. علاش سكرفجناها؟ باش تبقى لنا هذيك البطاطا تاعنا تيجي خفيفه. شوفوا كيفاش ما تجيش معصده في وسط الحبه تاع البوراك، ما تجيش معجنه، تبقى خفيفه هذيك البطاطا. نحطوا شوي بطاطا، شوي بصل، من المكونات كامل، شوي فيونداشي. الفيونداشي شوحناها في شويه ملح، قليناها يعني في شويه زيت وملح. نحطوا شوي طوماطيش، شوي زيتون، من كامل المكونات نحطوا شويه شويه في الحبه تاعنا. جوست ما ترفد هذيك الحبه نحطوا كذلك شويه نتاع الفرomاج تاعنا من الفوق هكذا. يجي بنين بزاف هذا البوراك، يعني يجي رائع. مذاق تاعو هايل سورتو مع السخانه هذه. نحبوا غير حاجه خفيفه. نديروا هكذا بلاصه الحبه تاعنا تاع البيض، ونحطوا هذيك الحبه تاع البيض، نضيفوا لها شويه نتاع الملح باسكو هادو المكونات اللي حطينا بصل وطوماطيش وكلش راهو مسوس، وشويه نحطوا لهم شويه تاع الملح وشويه نتاع راس الحانوت باش يعطينا ذوق للحبه تاعنا تاع البريك. نغلقوها بهذه الطريقه هكذا. نحكموا هذيك الجهه بيدنا ونتنيو الجهه الثانيه، ونقلبوا هذيك الحبه تاعنا نتاع البريك مباشره. الزيت تاعنا راهو قاعد يسخن، يعني نحطوا الزيت تاعنا يسخن باش جوست نخدموها باش ما يسيحش هذاك البيض تاعها. جوست نخدموها بعد نحطوها تستقلا ويتكل سخون البوراك، يعني ما يتكلش بارد. ديريه كي تعودي حتحطيه الغداء تاعك مباشره او العشاء تاعك مباشره، طيبيه وتحطيه. لهنا شوفوا نفس الطريقه حطينا شويه تاع البطاطا، عدلناها هكذا بيدنا باش تجينا كاري هذيك الحبه تاعنا تاع البريك. حطينا فيونداشي، شويه نتاع البصل، شويه طوماطيش. اللي عندها دبشه ولا معدنوس كذلك تحط الدبشه والمعدنوس يجي بزاف بنين بيهم. شويه نتاع الزيتون. من كل حاجه اللي كانت في الصحن قبيله حطينا منها شويه، وشويه تاع الجبن كذلك. تحبي تحطي الجبن المبشور تانيك يجيك بنين بيه بزاف، ويجيك هكذا يبقى كي تقطعيه يبقى يتكسل فيه هذاك الجبن. والجبن المليح شيدر نديروا لها بلاصه الحبه تاعنا تاع البيض هكذا ونحطوها بهذه الطريقه. ونديروا فيها نفس الشيء، شويه نتاع الملح. المكونات هذو المسوسين ما نكثروش الملح. شويه نتاع راس الحانوت ونغلقوها هكذا غير بشويه. نشدوا هذه الجهه هكذا بيدنا ونزيدوا نتنيو الجهه الثانيه نطبقوها هكذا بنفس الطريقه، ونقلبوها مباشره باش ما تسيحش الحبه هذيك تاع البيض تاعنا، ما تخرجناش منها الجهه هذه ديجا راهي بدات تخرج هكذا. ونحطوه مباشره في المقلاة، يعني الزيت تاعنا يكون قاعد يسخن ونحطوه مباشره. طيب شوفوا الشكل تاع حاجه يشهي وجات قد يعني. نحطوها هكذا تغلي. نفس الشيء زدنا درنا واحده اخرى وزربنا قلبناها باش ما يسيحناش البيض. شوفوا كيفاش جا نتيجه تاعو، تيجي رايعه صدقوني من ألذ الاطباق. يعني يديروها في الولايات كامل، حنا فقط بقينا نقولوا البريك العنابي. شوفوا الشكل تاعها والمنظر يجي شهي. تحمار انت تتحكمي فيه، يعني اللي يحبها محمره بزاف ويحب الحبه تاع البيض تكون طايبه يقدر يقلي الحبه تاع البيض ويحطها فيها، او يحمرها بزاف حتى تطيب الحبه تاع البيض. انا نحب البيض تاعها يكون نص طياب باسكو المكونات الاخرين كامل طايبين. يجي خفيف هايل، يجي مفرمج وبنين رائع. شوفوا الشكل تاعها. واللي تحبها قلت لكم البيضه تاعها تكون طايبه مليح تكمل تحمرها. شوفوا هذه كي درتها محمره مليح مالقري حمرتها وجات البيضه تاعها تسيح هكذا تيجي رائعه، يعني واحد المذاق فيها واحد البنه تاعها ما تشبعش. هذا البريك العنابي يعني مشهور في كامل الجزائر، ما كاش اللي ما يعرفش البريك العنابي. ما حنا فوق قسنطينه نديروه نتشهاوه يعني ونديروه بكثره وفريمون يجي بنين. شوفوا الشكل تاعو كيفاه يجي مقرمش، يجي محمر ومقرمش. شوفوا التقرميشه تاعو
يجي هايل مع السخانه هذه، يجيك غدا ولا عشاء خفيف وسهل ومام طون بنين. ولا ديريه مع اطباق اخرى، يعني مع مرق. جربوا هذه الوصفه اكيد راح تعجبكم. بون ابيتي، في امان الله.